السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناة كوزينة شهيواتي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة. الوصفة اليوم فطائر في المقلاة اللي كيجوا رائعين أخواتي، بزاف بزاف ساهلين واقتصاديا، بعمارة لذيذة ومغذية، وحتى واحد العصير منعش وصحي. اذا عجبتكم اخواتي الوصفه وحتى الفيديو كان كيستحق، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وحتى من التعليق ديالكم، محفزه اللي كتشجعني بزاف بزاف. شكرا لكم اخواتي. واذا كنتوا اخواتي جداد انضميتوا للقناه ديالي، اشتركوا في القناه. مرحبا والف مرحبا بكم في قناتي المتواضعه. ودابا خليكم مع تكمله الفيديو وفرجه ممتعه. وقبل ما نبداو بحال ديما ما نساوش الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركه الله. في المقادير هاد الفطائر احتاجيت هنايا 2 زلايف من الدقيق الابيض، 2 زلايف كبارين ما عمرينش بزاف من الدقيق الابيض مغربل، وزيت زلافه صغيره من الدقيق القمحي الكامل بالنخاله ديالو. ضفت شويه د الخميره، تقريبا نصف ملعقه كبيره من الخميره، وشويه د الملحه، و2 ملاعق كبيره من زيت الزيتون اللي يمكننا نعوضوها بزيت المائده. هنايا صافي كنعجن العجينه ديالي بالماء اللي دافي. هنايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه، المهم انا العجين ديالي ما كندلكوش بزاف، ما حتى شي حاجه، غير كينسجم لي العجين والمكونات اللي عندي كاملين. صافي كنخلي العجين كيرتاح كيدلك راسو لراسو. هنا غير كنجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي هنا بعد ما جمعت العجينه ديالي عندي هنا بشويه الزيت، وغنغطيها وغنخليها حتى تخمر ويضاعف الحجم ديالها، عاد نرجع نشكلها ان شاء الله. هاد الفطائر كيوجدوا بسرعه اخواتي، في اقل وقت كيكونوا وجدوا. على من كتخمر العجينه كتكونوا وجدتوا العماره ديالكم، صافي كتصاوبوا الفطائر ديالكم. صافي هنا عندوز باش نوجد العماره اللي احتاجيت فيها. واحد الحبه من البصل اللي متوسطه، ضفت عليها واحد الحبه من الفلفل الاحمر، واحد الحبه من الفلفل الاصفر. فلافل ضيفوا اي حاجه عندكم. زدت عليهم شويه الزيت، شويه الملح، وخليتهم حتى اللي يدخلوا من الطياب. هنايا كنضيف عليهم واحد الكميه ديال الكفته. هاد الخضره اخواتي ضيفوا عليها اللي بغيتو، ضيفوا الدجاج او ضيفوا الطون او ضيفوا الكفته، ضيفوا اللي بغيتو. المهم غير بالخضره كتجي لذيذه بزاف بزاف. المهم هنايا نخلط واحد شويه هذيك الكفته باش ما كتكتليش مع هاد الخضيره اللي عندي. هنا اخواتي غنزيد الخضره، غنضيف واحد الحبه من الجزر اللي خديتها وقشرتها وغسلتها، حكيتها الحكاكه الغليظه، وحتى واحد نصف حبه من الكورجيط اي القرع الاخضر. في التوابل غنضيف شويه د الابزار، وعندي هنا شويه د قزبر يابس مطحون، عندي هنا شويه من الثومه بودره، وعندي هنا شويه د السودانيه مطحونه، وغنضيف شويه د الاوريغانو اي الزعتر. هنا عندي تقريبا ملعقه ونصف د الزيتون اللي خديته قطعته رقيق بزاف. وغنضيف هنايا واحد الزليفه صغيره د اللوبيا الخضراء اخواتي، او الفاصوليا الخضراء. خديتها وفورتها، هذه كنت فورتها وبقات لي شطت لي واحد شويه. قرطتها مزيان مزيان باش ما تزبليش في هذه العماره. كما شفتوني قطعت رقيقه بزاف، او قرطتها بواحد الموس كبير وضفتها حتى هي على هذه العماره. كما شفتوا عماره مغذيه اخواتي وصحيه، ويمكن لكم تضيفوا اخواتي حتى اللفت، تحكوها في الحكاكه رقيقه باش ما يبان لكمش في هذه العماره، وتضيفوا حتى الكرومب. ضيفوا اللي بغيتوا في هذه العماره. كتجي لذيذه بزاف بزاف، كتجي كتحمق اخواتي. انا متاكده واذا جربتوها بهذه الطريقه هذه غتعجبكم بزاف. المهم هنايا ضروري كنخليو الخضره ديالنا كنجهدوا البوطه واحد شويه، وكنخليوها حتى كطيب مزيان مزيان وكتنشف من هذاك الماء، حيت الماء واذا بقى لكم غير شويه د الماء غيضيعكم الفطائر ديالكم. هنايا ضفت واحد الملعقه صغيره من جبن الدهن، ملعقه مملوءه جيدا. يمكن لكم تعوضوه بالقطع ديال الجبن، غير الجبن الصراحه كيعلك العماره وكيلذذ العماره بزاف بزاف. ضيف واحد 2 القطع ديال الجبن مربع او مثلث على هاد العماره، وكتخلطوا مزيان مزيان. انا هنايا طفيت النار او طافيه البوطه.
صافي نخلي العمر ديالي حتى تبرد تماما، عاد نعمر بها الفطائر ديالي. صافي هيدا كتكون العمره ديالنا واجده. هنايا ها هي العجينه ديالي خمرت. ضروري العجينه نخليوها تخمر، حيت عتخمر غير مره واحده، ما نخليوهاش تخمر جوج المرات. صافي ما كان العمل، كنستعمل شويه الدقيق دائما باش تسول العجين اللي مرخوف او عجينه عاديه، ماشي العجينه اللي قاصحه. غير هاد العجينه ما خصكمش تخليوها قاصحه اخواتي، ودا خليتوها قاصحه تجيكم داقصه. عملوا العجين عادي، غير ما يكونش يعاود مرخوف بزاف بزاف، حيت اذا رخفتوا العجينه ملي تمشيو تشكلوهم يعذبوكم في التشكال ديالهم. صافي هنا كنعمل كويرات متوسطين. هنايا صافي كنكور العجين اللي عندي كامل. المهم اخواتي هاد الفيديو كنعمل الاوديو، انا عكزانه على الفيديوهات الصراحه. كنبذل واحد المجهود ولكن ما كاينش مشاهده بحال اللي كنقول لكم دائما، ولكن الحمد لله على كل حال. شحال مرات كنقول صافي غنتوقف. غير هاد الفيديو كان عندي مصور وقلت ارى ننزلو حسن ما يبقى يستافدوا منه بعدا غير واحد الفئه قليله ولا يبقى عندي هنايا. المهم شي اشياء اللي تستحق التجربه. هادو فطائر الصراحه كيجوا رائعين وكيوجدوا بسرعه. المهم ما فيهم لا تماره ولا مجهود ولا حتى مقادير كثيره. صافي هنا خديت واحد الحبه وكان نقرصها بهاد الطريقه هذه، او طلقتها غير باليد ديالي، ما يحتاجش تدلك حيت العجينه عندي راتحه. صافي كنطوي اخواتي. هنا وضعت واحد القطعه ديال الجبن، هذاك الجبن المربع كيجي رائع الصراحه. هذاك الجبن فيش ما عملتوه كيجي لذيذ، وهذه اضافه رائعه. اذا عندكم، اذا ما كتوفرش عندكم ما يحتاج او ما بغيتوش تضيفوه، كتخليو الوصفه ديالكم اقتصاديه. صافي هنا اخواتي كنجمع بهذه الطريقه هذه كما شفتوني. هذيك الجوانب كنرد واحده على واحده، غير كنقربهم وكنقرصهم باليد ديالي مزيان مزيان باش العجينه كتلصق، ما كتبقاش تحنى في الطياب. وملي كنزلوها على هذيك الجانب اللي شديناه منا. نفس الطريقه كنستمر، غير ما انا عملت هاد الطريقه هذه باش ما تجيليش شي الفطائر ديالي عامرين بالعجينه كما شفتوا. شوفوا اخواتي كنلصق غير بهاد الطريقه هذه، ما عملتش شي وحده على وحده. واذا عملتهم بديك الطريقه هذه بحال الطريقه ديال المسمن عتجي لي الفطائر ديالي عامرين عجينه، وانا ما بغيتهمش يكونوا بالعجينه، بغيت العماره انا في هاد الفطائر ما بغيتش العجينه بزاف. صافي غير كنقدم باليد ديالي، والعجينه كنطلقوها ماشي رقيقه بزاف بزاف حتى يبان لنا سطح العمل، في نفس الوقت ماشي غليظه بزاف. صافي هنا اخواتي ملي كنزلو كل وحده كنوضعها في المقلاة اللي عندي سخون مزيان مزيان ضروري. كندهنهم بشويه الزيت غير باش كياخذوا لي واحد التحميره وما كيبقاش فيهم هذاك الدقيق. طريقه الطياب اخواتي كنطيبوهم من جميع الجوانب على نار مهيله او متوسطه باش كيطيبوا على خاطرو ما كيجوناش معجنين. كنطيبهم انا على جميع الجوانب، على 4 الجوانب بهذه الطريقه هذه. صافي كل وحده طيبتها كنزوله اخواتي. صافي كنحيدها وكل وحده طيبتها كنحيدها وكنوضعوا حبه اخرى. هنا كنت عليه نسالي عاد بديت كنصور معكم الطياب. دائما اخواتي غير كنشكلوا الحبه ديالنا كما شفتوني كنزلها في المقلاة، ما كنخليوهم يعاودوا يخمروا ما حتى شي حاجه، حيت العجينه خامره وكتجي هشيشه وخفيفه، ما كتجي لا مدقصه ولا معجنه ولا حتى شي حاجه. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. المهم بالطياب هنا يا اخواتي غندوز باش نشارك معكم العصير ديال اليوم. المهم انا يوميا كنعمل العصير غير العادي هيدا عصير طبيعي. العصير ديالي احتاجيت واحد الحبه ونصف من الموز اي البنان، وخديت واحد الحبه د الليمون صغيره غير فرتتها حيت كان فيها بزاف د العطر رقيق. عندي 3 البرتقالات صغارين مقشرين ومقطعين. عندي هنايا تقريبا واحد 12 د الحبه د الفريسه اخواتي، واحد النصف د الحبه د التفاح. المهم الفروطه كتضيفوا اي فروطه عندكم. صافي كنوضعهم في هذا الغراف، وعندي في الماء الكافي وغنطحن. السكر كيبقى على حسب الذوق. انا تقريبا هذه الكميه كما قلت لكم تقريبا كنوضع واحد المعلقه كبيره د السكر فقط، حيت العصير كيجي حلو. وحتى حنايا في الدار ما كنشربوش العصير اللي حلو قطع بالحلاوه. دائما العصير خصو يبقى فيه المذاق اخواتي د الفروطه، ماشي نقتلوه غير بالحلاوه. والحلاوه كتبقى على حسب الذوق. صافي طحنته مزيان مزيان بحال ديما. صفيته دائما كنصفيه حيت كيبقى فيه ديك الفرات د الليمون، القشره د الليمون ود القشره د البرتقال. صفيته حصلت على هذا العصير اللي كيجي خاطر اخواتي ولذيذ بزاف بزاف.
وهادو هما الوصفات ديالي اليوم، خفاف ظراف لذاذين بزاف، يستحقوا التجربه، شي حاجه اللي رائعه بصراحه. نتمنى يكونوا عجبوكم اخواتي، واذا عجبوكم بحال ديما ما تنساوش اخواتي تدعموا القناه باللايك والاشتراك. المهم واخا ما كاين لا دعم ولا اشتراك، المهم دائما كنذكر بهذه المساله. نتمنى من الله عز وجل التوفيق ووفقني، وإذا كان في هذه القناه خير ربي غيوفقني فيها، وإذا ما كانش فيها خير ربي هو اللي كيختارنا الخير فين ما كان. الحمد لله على كل حال. هنايا غنخليكم اخواتي ومع شهوه جديده، والله يتقبل صيامنا وصيامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.